أهلا وسهلا بمتابعيني الغالين حبايب قلبي. نورتوا مطبخي مطبخ فيروزة خانم. إن شاء الله تكونوا بخير جميعا. اليوم رح نعمل مع بعض الرز بالحليب بالطعم المميز الفخم وبأحلى تجعيدة للوجه. حلا فخم بكل تفاصيله. يلا نحضره مع بعض خطوة بخطوة. بالنسبة للمكونات، عندي هون بالبداية 2 لتر حليب، 1 لتر مي مغلية لسلق الرز، 8 معالق أكل حليب باودر رح ضيفه للحليب السائل حتى تزيد دسامته. أما إذا استخدمتوا حليب فريش فيكن تستغنوا عن الحليب الباودر. 5 معالق أكل مسح نشا حوالي 50 غرام، ظرفين فانيليا، 8 حبات مستكة بتعطي طعم مميز للرز بحليب، 6 معالق أكل ماء زهر، 2 كوب سكر أو حسب الرغبة، كوب وربع رز حبة قصيرة. يلا نشوف طريقة التحضير مع بعض. بالبداية رح أغسل الرز غسلة بسيطة بدون ما أنقعه حتى ما أتخلص من النشا الموجود فيه. حطيت هون المي المغلية على النار ورح ضيف هلأ الرز بعد ما غسلته وحركه، اتركه على نار هادية. ورح غطي الطنجرة بحيث تبقى مفتوحة شوي لحتى تستوى عندي حبة الرز وتنشف المي تماما. بهالأثناء رح أطحن المستكة، رح ضيف شوية سكر عليها وحطهم بكيس، ورح دقهم كتير منيح لحتى ينعموا تماما. وهيك صارت عندي المستكة جاهزة بهذا الشكل. طبعا إضافة اختيارية فيكن تستبعدوها إذا مو متوافرة عندكن، بس بنصحكم فيها لأنه بتعطي نكهة جدا مميزة للرز بالحليب. طبعا كل شوي بحرك الرز حتى ما يصير فيه تكتلات، وبرجع غطي الطنجرة لحتى يكمل استواءه. وهلأ بعد حوالي 20 دقيقة نشفت المي تماما. هلأ رح ضيف الحليب السائل والحليب الباودر. ورح أخلطهم كتير منيح على نار عالية لحتى يغلي الحليب تماما. طبعا كل شوي بحرك الحليب مع الرز لحتى ما يعلق بسفل الطنجرة. وهلأ بدي الحليب يغلي عندي مثل ما ملاحظين. رح هدي النار على الآخر لمدة 10 دقايق إضافية مع التحريك المستمر. بعد 10 دقايق رح ضيف السكر والمستكة المطحونة وحركن واتركن 10 دقايق على نار هادية مع التحريك المستمر. بهالأثناء رح ضيف النشا والفانيليا وماء الزهر وخلطهم مع بعض كتير منيح. وهلأ بعد 10 دقايق رح ضيف النشا على الحليب بشكل خيط رفيع مع التحريك المستمر لمدة 5 دقايق على نار هادية. وهيك صار الرز بالحليب جاهز عندي. وهلأ بعد ما سكبتهم
رح أتركهم يبردوا بدرجة حرارة المطبخ لمدة نص ساعة، بعدين رح دخلهم على البراد. وبعد ما بردوا تماماً شوفوا لي هالتجعيدة على الوجه، ما شاء الله غير شكل بيشهوا. هلأ رح زينهم. عندي هون جوز هند، فستق حلبي، ورد مجفف، طبعاً حسب ما متوافر عندكم. وهيك صار صحن الرز بالحليب جاهز، صحن فخم وبيتقدم كضيافة مميزة. وهيك بيكون الرز بالحليب بتجعيدته المميزة وطعمه المميز بالأكتر جاهز عندي. بتمنى تجربوه بطريقتي وتعطوني رأيكم فيه بالتعليقات، وتخبروني من أي بلد بتتابعوني. وهلأ رح فرجيكم قوامه من جوا بعد ما برد، ما شاء الله فخامة بشهي. نهاية الفيديو، شكرا حبايبي للمتابعة، شكرا لوجودكم المميز معي. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة حتى تكبر عائلتنا أكتر، يوصلكم كل شي جديد. بحبكن كتير من قلبي، من فيروز خانم. سلام.